15. الحقيقة إن هم أخذوا مكانة لا بأس بها من أغنى أغنياء ملوك العالم. مش بس كده، قال لك ثروات ملوك العالم مجتمعة قيمتها 100 مليار. الملوك العرب بس في ال 23 دولة لهم من المليارات دي 50 مليار، النص. ملك السعودية وملك المغرب ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس إمارة دبي، سلسلة من الملوك والرؤساء العرب اللي أخذوا نصيب الأسد في ثروات ملوك العالم. سبعة ملوك عرب تصدروا قائمة أغنى ملوك العالم التي تضم 15 ملكا وفقا لقائمة مجلة فوربس الاقتصادية، حيث يأتي ملك السعودية في المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا وتبلغ ثروته نحو 18 مليار دولار. يليه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ثم نائبه في المرتبتين الرابعة والخامسة بثروة تقدر بنحو 15 مليار دولار للأول الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، و4 مليارات ونصف المليار دولار للثاني الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي. وفي المرتبة السابعة عالميا جاء ملك المغرب محمد السادس بثروة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار. تلاه أمير قطر الشيخ محمد بن خليفة في المرتبة الثامنة بثروة بلغت نحو 2.14 مليار دولار. أما المرتبة الأولى فقد احتلها ملك تايلاند بثروة قدرت بنحو 30 مليار دولار. كما ضمت القائمة ملكة بريطانيا التي جاءت في المرتبة الثانية عشرة بثروة تبلغ 450 مليون دولار. تعد مجلة فوربس من أشهر المجلات الاقتصادية، وهي تعد أكثر القوائم شهرة في العالم، وتعنى بالدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات المالية حول العالم، وتقوم كل عام برصد وإحصاء أرصدة أغنياء العالم. وإذا كانت فوربس قادرة على إحصاء أكثر أغنياء العالم، فإن أحدا لا يستطيع أن يقوم بإحصاء لأكثر فقراء العالم، فهم كثر.